بتقول ان انت مش قادر تعرف رسالتك، مش فاهمها. يعني ايه اصلا ان انا ممكن يكون لي رسالة؟ ازاي افهم ده؟ ازاي اعرف ده؟ هديك سر صغير كده او تكاية صغيرة ممكن تدلك على بداية الخيط. الحاجة اللي فيها الرسالة بتاعتك وهدفك الرئيسي من الحياة هنا هي الحاجة اللي انت طول الوقت بتنكرها، الحاجة اللي قدام عينك طول الوقت ومش عايز تعملها، الحاجة اللي انت عارف ومتأكد من جواك ان دي انا، وانا بقول لا 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 لا، انا مش هقرب من دي عشان انا خايف منها. اكتر حاجة بتخوفك هي النقطة اللي فيها رسالتك. دي البداية. كفاياك استعباط على نفسك. ساعات استعباطنا ده بيودينا في حتت احنا مش عايزين نروح، بيودينا لتدمير حياتنا، بنخرب حياتنا كلها، جسمنا كله في مقابل الاستعباط ده. بس عايزة اقولك مهما كان تمن ان انت توصل لذاتك، مفيش حاجة في الدنيا كلها ممكن تكون اغلى منها. وانت مش هتكوني غالي على حد غير على نفسك. ما تستناش غلاوتك من عند حد، ما تستناش تقديرك عند حد، ما تستناش دعم من عند حد. انت الغالي على نفسك. لو مش غالي عليها فانت مش غالي اساسا. رسالتك في المنطقة اللي انت خايف منها. خايف بقى على شكلك، خايف على كلام الناس، خايف ان انت تعبر عن نفسك، خايف ان انت تطلع المستخبي، خايف ان انت تعيش بفطرتك. شوف منطقة خوفك فين، هتفهم انت ايه ورسالتك هنا ايه ومطلوب منك تعمل ايه.